أهلا وسهلا بحضراتكم. اسمحوا لي أسألكم سؤال كآباء وأمهات. هل يا ترى سألنا نفسنا قبل ما ندخل ابننا المدرسة هو ابننا جاهز فعلا للمدرسة؟ وطبعا مش قصدي هنا إنه جاهز يروح، قصدي هل هو جاهز فعلا إنه يتعلم؟ ده اللي يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو يعني إيه تأسيس للمدرسة؟ ويعني إيه مدرس تأسيس؟ ويا ترى هو بيأسس لإيه؟ وهل المقصود بالتأسيس إنه يشرح المنهج؟ ولا إن الطفل يبقى عارف طبيعة التعلم نفسه؟ والفرق كبير جدا بين الاتنين. وخليني اشرح لك ده ببساطه في الفيديو واحنا شغالين مع بعض. وكمان هنعرف شويه نصايح عمليه تهمنا كاولياء امور واخصائيين بنشتغل مع الاطفال في مرحله التاسيس للمدرسه. تعالوا نشوف مع بعض اجابات الاسئله دي سوا في لقائنا النهارده. خليكم معانا. اول حاجه لازم نفهمها مع بعض ان المدرسه مش مجرد مكان بيروحه الطفل. المدرسه بيئه محتاجه مهارات، والدراسات التربوية الحديثة بتقول لنا إن في حاجة اسمها الاستعداد المدرسي School Readiness. ودي مش معناها إن الطفل يعرف يقرأ ويكتب قبل ما يدخل المدرسة، لكن إن مخه يبقى جاهز إنه يستقبل المعلومات وسلوكه قابل للضبط وتركيزه مستمر لفترة مناسبة، وعنده حد أدنى من المهارات الاجتماعية، وعنده شوية معارف أساسية تخليه يفهم اللي حواليه. هو ده السكول ريدنس اللي ابني محتاجه. ثانيا، يعني إيه مدرس تأسيس؟ ويا ترى هو بيأسس لإيه؟ المدرس ده مش دوره يحفظ الطفل المنهج، هو بيأسسه عشان يقدر يتعلم. يعني مش بيأسس للمنهج، لكنه بيأسس لقدرة الطفل على فهم المنهج والتعامل مع المدرسة كمكان ونظام. زي مثلا يفرق بين كبير وصغير، طويل وقصير، كتير وقليل، سخن وبارد، يعرف يعد تصاعدي وتنازلي، ويميز الرقم الأكبر والأصغر، يعرف أيام الأسبوع، شهور السنة، فصول السنة، يعرف اسمه بالكامل، عنوانه، أسماء أفراد أسرته كاملة، يتعرف على الأشكال الهندسية، دايرة ومربع ومستطيل، يميز بين الحيوانات الأليفة والمفترسة، يفرق بين الفواكه والخضروات، يركز ويستوعب توجيهات وتعليمات مكونة من خطوتين أو 3. والمهارات دي اسمها في علوم التربية المهارات ما قبل الأكاديمية. ودي بالظبط هي حجر الأساس اللي بنبني عليه كل مهارات التعلم بعد كده. يعني ببساطة، قبل ما ابنك يدخل المدرسة لازم يكون فاهم الدنيا حواليه ومفاهيم الحياة اليومية الأساسية، مش بس حافظ شوية معلومات. ثالثا، طب ليه ده مهم؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو ابني مش متأسس كويس؟ الطفل لو داخل المدرسة وهو مش جاهز بنبقى بالظبط زي اللي بيحاول يبني عمارة من غير أساس. مش هيستفيد من الشرح، مش هيعرف يتفاعل، لأن المهارات الأكاديمية بطبيعتها مهارات بنائية مترتبة على بعضها. لو ما عندوش اللي فات مش هيقدر ياخد اللي جاي. والمشكلة الأكبر إنه ممكن يحس بالفشل، وده هيأثر على نفسيته وعلى ثقته بنفسه، وكمان على سلوكه وتصرفاته في الفصل سواء مع زمايله أو مدرسينه. وعشان كده بنشوف الطفل الانسحابي اللي مش عايز يروح المدرسة لأنه كل يوم بيمر بتجربة فشل جديدة. وكمان بنشوف الطفل العدواني اللي بيصب غضبه على الآخرين من زمايله أو أقرانه في الفصل، وممكن كمان يتصنف بشكل خاطئ إن عنده صعوبات تعلم. يعني من الآخر الطفل بيتعطل سنين قدام بسبب إننا دخلناه بدري أو من غير تأسيس صح. ومتهيألي إحنا مش عايزين نوصل بابننا لكده. رابعا، تعالوا نشوف شوية توجيهات مهمة كده للأخصائيين والمدرسين. اعملوا تقييم شامل قبل ما تبدأوا تحطوا خطة تدخل مع أولادكم، اللي احنا بنسميها اختبارات الاستعداد المدرسي. صمموا أنشطة تأسيس مبنية على نقاط القوة عند أطفالكم، وقسموا الجلسة لأجزاء صغيرة عشان تكون مناسبة لقدرته على الانتباه، وكرروا المفاهيم في سياقات مختلفة عشان يقدر يعمل تعميم ويحصل تثبيت للمعلومة. اشتغلوا مع الأسرة كشركاء مش متلقين فقط. استخدموا وسائل متعددة الحواس، بصرية وسمعية وحركية، وراقبوا التطور مش بس النتائج لكن بالخطوات، وكمان عززوا كل خطوة نجاح. خامسا، تعالوا نشوف مع بعض ايه النصايح العملية اللي ممكن نقولها لأولياء الأمور عشان يجهزوا ولادهم كويس للمدرسة. اشتغلوا على المفاهيم من خلال اللعب، فرز الألوان والأحجام والترتيب والمطابقة. احكوا حكايات ترتبط بالمفاهيم من الحياة اليومية،
زي ليه البرد محتاج جاكيت وليه الكبير بيشيل حاجات تقيلة. استخدموا كروت مصورة وألعاب حسية بتساعد الطفل على التمييز. اربطوا الطفل بالأيام والشهور من خلال الروتين، زي النهاردة إيه وبكرة إيه، طب هنعمل بعد بكرة إيه، وامبارح عملنا إيه. علموه يمشي على التعليمات البسيطة خطوة بخطوة. شجعوا الطفل يتكلم عن نفسه، اسمك إيه، بتحب إيه، بتشجع مين، بتلعب إيه. استخدموا الأغاني التعليمية اللي خاصة بأيام الأسبوع، بالحروف، بالأرقام، بأي من اللغات اللي انتوا بتحبوا تشجعوا ولادكم عليها. خلوا العد جزء من اللعب، عدوا السلالم، عدوا اللعب، عدوا العربيات. ادوهم فرصة يختاروا أو يقارنوا تحب تاخد إيه وما تحبش تاخد إيه. والأهم، ما تستعجلوش، كل طفل ليه سرعته، بس كل طفل يقدر يوصل لو اتأسس صح. وخلينا دايما عندنا يقين إن كل طفل مهما كانت حالته أو ظروفه عنده فرصة، محتاج بس حد يشوفه صح. لو انت اول مرة تعرف عن اهمية مرحلة التأسيس قبل دخول المدرسة، ويعني ايه تأسيس المدرسة، يعني ايه مدرس التأسيس وبيأسس لإيه بالظبط، وايه هي النصايح اللي ممكن نقولها للأخصائيين وأولياء الأمور اللي أبنائهم في مرحلة التأسيس قبل دخول المدرسة، شارك الفيديو ده فورا وساهم في ان أخصائيين وأولياء أمور أكتر يستفيدوا. ولو حاسس ان في طفل في حياتك ممكن يكون عانى من مشكلات في بداية التحاقه بالمدرسة وما خدش حقه في التأسيس، تواصل معانا سواء من خلال صفحاتنا أو أرقامنا، احنا نقدر نساعدك ونقدم لك خدمة متخصصة وندلك على الصح أينما يكون. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم أي أسئلة أو تجارب، وهنعمل فيديوهات مخصصة للرد عليها. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجة مجهودكم نجاح مع أولادكم. سعيد إني كنت معاكم النهاردة وأشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.